الكلمه، شو اقول، شو مخزي، شو اقول، ماليش دخل انا يا اخوان، انا لا ناقه لي ولا جمل في هذا الامر. راضي عن امبابي ولا لسه زعلان؟ قال لي بنزيما خارج، وبعد فعلا بعدها باسبوع بنزيما ودع وخرج الى الاتحاد وصارت القصه اللي صارت، فانا اصدق هذا المصدر الخاص. بدكم اياني اتنازل كمان؟ ليه؟ انا متنازل اساسا العام الاخير، فما حد يطلب مني اتنازل كمان. انا اسف اللي بحكيها، تم السماح لي، نعم تم السماح. انا بتحداكم، ما تحدي صحيح صحيح صحيح. سيجدد. راح تكلف اذا بده يجي لريال مدريد 400 ل 500 مليون. عند الاجانب ما في بديل بيعمل اللي احنا بنعمله عند الاجانب، ما في بديل. اعطيني تحدي عشته مع المتابعين وانتصرت فيه. مين هذا الشخص اللي ياخذ كل هاي المبالغ، كل هاي الامتيازات، ويقول لك السلام عليكم بدي اطلع فري؟ في ناس بيحكوا لي محمد بالله عندك رقم نيمار؟ سمعت انه لابورتا حلم انه بتعاقد مع لاعب جيرارد روميرو حط اشاره الوي وي هاي. احسنت المثال كذلك. طيب الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف زيارتك كانت لفلسطين؟ زيارة فلسطين هذه المرة كانت زيارة مختلفة عن أي زيارة أخرى، لأنه هذه لأول مرة في حياتي يا إخوان. أنا آسف اللي بحكيها، تم السماح لي، نعم تم السماح لي بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1900 في حياتي يا إخوان. أنا آسف اللي بحكيها، تم السماح لي، نعم تم السماح لي بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948. يا اخوان عشان تعرفوا الموضوع، انا انسان فلسطيني، انا مواطن فلسطيني احمل الهويه الفلسطينيه، وانا عشت في فلسطين بين ال 93 وال 98، هذه ال5 سنوات عشتها في فلسطين، واول مراحل الدراسيه كانت في فلسطين قبل الانتقال الى قطر. انا صار لي في قطر 25 عام، ولكن طول عمري بنزع فلسطين، بدخل الضفه الغربيه اللي هي مناطقنا في الضفه الغربيه. نعم. الخليل، انا من الخليل. مناطق 48 ما بتقدر. منطقه 48 التي تعتبر حتى الرازحه تحت الاحتلال ويحكمها الاحتلال، ما بقدر ادخلها الا بموافقه امنيه. وانا ما بخجل اني اقول هذا الكلام، بالعكس هو رفعه لي اني اقول ان انا كان علي منع امني. طبعا لا اعلم سببه، علي منع امني من الدخول، ولكن الحمد لله رب العالمين شلت المنع الامني بطريقه قانونيه. طبعا شلت المنع الامني، ومباشره هذه كانت اول نزله لفلسطين بعد ما شلت المنع الامني، فكان لزاما علي ان ادخل الى فلسطين بلادنا المحتله 48. واول شيء ما دخلته مباشره بعد ربع ساعه من قطعي الى المعبر كان الدخول الى المسجد الاقصى المبارك. يعني فكانت مشاعر لا توصف، لا اجد الكلمات لان اصفها. مبارك الحمد لله. لما انت نشرت الستوري هاي تبعتك وكتبت لي اول مره، نعم يا اخي والله العظيم بتعز بالبال، وبصراحه يعني شيء انه كان داخلي انا لما حضرت هذا الشيء. يعني محمد عدنان ما شاء الله، محمد عدنان كشخصيه وهو الاول في المجال يعني. بارك الله ما شاء الله. هذه شهاده هاي مش شهاده تعتبر، هذا واقع وحقيقه. تسلم لي، بارك الله فيك. بيطلع بيسافر هون وهون 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 وهون، وفي مدن مسافر عليها ما شاء الله بحكم الشغل مرتين وثلاث واربعه. صحيح. لما توصل عند القدس ونزل صورة القدس لأول مرة، وشعرنا قديش هو كان فرحان في الموضوع. فرحة انه يعني والله هاي بحد ذاتها انه حلو، بس بالشيء بقهر مؤلمة. هيك بتطلع بقول يعني أول مرة لأول مرة وهو فلسطيني، ولا يعلم إذا حتتكرر أو لا. برضه لا إن شاء الله. هقول لكم شيء يا إخوان، هقول لكم شيء بصراحة هقول لكم شيء. أنا حرصت في دخلي طبعا على فلسطين، أنا زرت فلسطين المحتلة كاملة، أخذتها يعني من الجنوب إلى الشمال، طلعت على حيفا وعلى يافا وعلى عكا وعلى الناصرة وعلى بحيرة طبرية كذلك زرت. حاولت قدر الإمكان إني أزور أكثر أماكن معينة في غضون 3 أيام، طبعا هي كانت سفرة سريعة جدا. كنت أصور الاستوريات. تعرفوا الهدف لمين كنت أصور يومياتي؟ ليس للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني عارف فلسطين. كنت أصور للجمهور العربي والعالمي إنه شوفوا فلسطين كم هي جميلة، متذكرين. شوفوا كم هي فلسطين جميلة، بلادنا يا إخوان جميلة جدا 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 جدا. صحيح. دون أن تنسوا حاجة، كنت أحرص إنه شوفوا اللغة العبرانية موجودة، شوفوا علم الاحتلال موجود ومرفوع، حتى يتذكروا إنه لا، ما زالت فلسطين محتلة وما زالت رازحة تحت احتلال. وعليك أن تفهم يا اللي بتشوفني الآن، هذه قضيتك الأولى. نعم البلاد جميلة وجميلة جدا، الله سبحانه وتعالى حباها جمال رائع، بلادنا جميلة جدا، بلادنا ساحلية يا اخوان، على الساحل أجمل من فلسطين ما في الدنيا. فلسطين هي اللي فيها الصحراء في الجنوب في البير السبع، وفيها البحر اللي هو بحر الميت، وفيها البحيرة اللي هي بحيرة طبرية، وفيها الخضار وفيها التاريخ والجبال، فيها كل شيء خضار بتجنن بلادنا، ولكنها محتلة. بلادنا جميلة ولكنها محتلة يا اخوان. على كل مواطن عربي أن يفهم إنه قضية فلسطين هي قضيتك الأولى، لا تنساها. بس شوف هاي هي فلسطين، فشوفها من مرآتي أنا الخاصة حاليا. طيب كابتن محمد عدنان، قبل شوي